السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد. النهاردة بقى هنعمل العيش والمعشوق، الحاجة اللي أنا بحبها أوي 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 في علبة حلاوة المولد. معايا ربع كيلو من جوز الهند المبشور أو الأسود ضافر بيسموه كده. حطيته على معلقتين سمنة، سبته على النار كده تشرب السمنة، وإيدك فيه اوعي تسيبيه علشان ما يلسعش منك ويبقى طعمه مر. ايدي طبعا فيه على طول لغايه ما اتعمل. هنيجي بقى للشربات. عباره عن ربع كيلو بياخد معلقتين كبار من عسل الجلوكوز، او لو مش عندك هتحط عسل نحل، او لو مفيش هتعملي سيرب تقيل. معلقه كوبايه سكر ونص كوبايه ميه وتخليه تقيل قوي. ومعايا تلتين كوبايه من السكر، تلتين كوبايه، خدي بالك معلقتين كبار سكر جلوكوز ومعلقتين كبار. ومعايا 4 معالق ميه ورشتهم على الجدران كده. سبتهم بقى على النار من غير ما اقلبهم، وغطيتهم بحيث ان الماء البخار اللي بيطلع من الحله ينزل على الجدران يطلع من البخار ينزل على الجدران الحله عشان ما يسكرش. وطرف معلقه كده عصير ليمون، ملح ليمون او عصره ليمون، عشان اعرف ان هو استوى ازاي. معاه شويه ميه وحطيت فيهم شويه محلول شربات. لما تبقى كوره طريه كده مش بتكسر معايا زي الكراميلا، يبقى كده هو خلاص بقى. نزلته على على جوز الهند المحمص عندنا، وتقلبي بقى بسرعه، تقلبي هو سخن. معاكي جوانتي، بس انا بصراحه استخدمت كيس التلاجة لقيته سخن قوي برضه، فقلت بقى لا بالمعلقه. قعدت بالمعلقه بصراحه اقلب، والاخر فرشته في قالب عندك، في صينيه، في صاج، السمك اللي انت عايزاه سميك، تحطيه في حاجه اصغر من دي شويه. انا ده كان بالنسبه لي كويس قوي، هو لسه سخن عشان كده مش عارفه امسكه بايديا. وتنات انا فرشت تحتيه كيس تلاجة عشان اتنيه بالشكل ده. ومعايا بقى حاجه تقيله والف بيها زي عجله الخبيز كده علشان اضغطه في بعضه. اعمليها كده ومش هتندمي. انت بتشتريها من بره بفلوس كتير، بسم الله ما شاء الله. تعملي الكميه بقى دي، عملت لي كميه كبيره جدا بصراحه. ربع كيلو جوز الهند على تلتين كوبايه سكر في المحلول، بصراحة عمل لي كمية حلوة قوي، وطعمه مقولكيش عليه بقى. مش شرط نعمله في المولد، الطريقة بتاعته سهلة وفي أي وقت في السنة نعمله. لما هدى شوية أنا قطعته، شايفين بتقطع معايا جميلة ازاي، زي الملبن. هي عملت معايا كمية حلوة قوي. أتمنى الفيديو ده يعجبكم وتعملوها. أنا عارفة إن القنوات كتير عملتها، واحنا كلنا يا جماعة بنتعلم من بعض، بس هي فعلا حاجة نظيفة وجميلة، وانت عاملاها في ايديك وهتفرحي ولادك. اعملي جميع انواع الحلويات، هي طريقتها سهله وبسيطه جدا، بس طبعا دي احلى واغلى حته في علبه الحلاوه بتاعه المولد. كل سنه وانتم طيبين. اتمنى الفيديو ينال رضاكم. استودعكم رعايه الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.